فجنح إلى هذه الأشياء وابتعد تماما. لذلك نجد طفل الأمس أفضل حتى من ناحية الذكاء من طفل اليوم. الأحاجي كما قلت، الحكايات الشعبية كلها جعلت هذا الطفل ماذا يستخدم خياله، يستخدم ذكاءه وغيرها. أيضا هناك إشكالية أخرى في طفل اليوم، وهي إشكالية الانفصال بين التراث والتكنولوجيا، حيث لا تزال الحكاية الشعبية تعتبر وسيلة فعالة لتعزيز الهوية الثقافية، إلا أن تهميشها في العصر الرقمي أثبت مدى ضعف الروابط الثقافية بين الأجيال، بين جيل الأمس وجيل اليوم. ومع ذلك يمكننا استثمار هذه التكنولوجيا لإعادة إحياء هذه الحكايات الشعبية من خلال تحويلها إلى محتوى رقمي تفاعلي وإدماج تطبيقات تعليمية تعتمد على القصص المصورة، الألعاب التربوية وغيرها. وأنا أحضرت قصة شعبية من تراثنا حتى نشاهدها بعد قليل كفيديو. أخيرا أقول يبرز هذا التحليل الحاجة إلى إعادة التفكير في وسائل التنشئة الحديثة من خلال إيجاد توازن بين الخيال الشعبي والتكنولوجيا، ولعل دمج التراث الثقافي والوسائط الرقمية يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء هوية طفولية صحية متوازنة قادرة على الجمع بين الجذور والانفتاح على الآخر. وشكرا. شكرا لك حبيبتي على هذه الالتفاتة الطيبة، والأستاذة لها لفتات فنية فهي تنبهت إلى هذه الشخصية اللي فعلا هي تنتمي إلى الزمن الذهبي. ماما مسعودة وحكي تبان. أتذكر لما كنت